الاتنين اللي انا هتكلم عنهم دول انا ما اعرفش هم طلعوا ازاي ولا جم منين ولا هم طلعوا علينا منين. اللي اعرفه اللي هم كانوا بيلموا ريتش على بعض. هو اللي طبق مقولة انا هتجوز واعمل محتوى بمراتي. النهارده معانا شخص بس مراته قدام الكاميرات عشان هي حامل وكان اول مرة يعرف. معانا شخص راجل بيطرطر في البحر. هفهمك يعني بيطرطر في البحر. قدامنا دلوقتي ميدو بيعمل ايه بقى؟ بيطرطر في البحر. هتقول لي يعني ايه بيطرطر في البحر؟ يعني بيعمل اي محتوى. بيكتب لي كلمتين ويعرف من كده. دي سبب شهرته. ده محتواه. والفكرة في العلاقة دي ان هما فاكرين ان هما مثلا ايه، هيخونها التلات هو هيخونها التلات ويصالحها الخميس. انا مش مضايقني ان هو بيخونها ولا بيصالحها، انا مضايقني ان انا ببقى طرف في الموضوع. يعني كل يوم الاقي البت جايه معيطه وبعدها بيومين الاقيها فشخه ضبها جاب لي هديه ومبسوطه، وهكذا. كل ما الريتش بيقل بنعلى على بعض. يعني مرة خانها عشان ما بتطبخش، ومرة خانها عشان بيشخ في الحوض الكريتيف بقى في الخناقة دي غير أي خناقة. يعني كل الخناقات بتنتهي عند محكمة الأسرة، في الشارع بيسبسبوا لبعض ديانة. ده المنطقي عندنا. لا هما قرروا يعملوا حاجة بقى، ينزلوا على بعض فيديوهات، وهي فيديو وهو فيديو. بدأت هي تعلى عليه بقى أكتر، وراحت إيه، نزلت عليه أغنية تقطع القلب يا جماعة. يا بخت الأطرش. الفكرة مش هنا. الفكرة إن أنا ممكن أسامح الأخ ميدو على اللي هو خانها عشان ما بتعرفش تطبخ، كسر إيديها عشان هي مناخيرها كبيرة ودي حاجة مش في إيديها. عمل حاجات كتير غلط، بس إني أسمع التلوث السمعي ده أنا مش هسمح له خالص. والفكرة اللي أنا ببقى طرف في الموضوع. هو أنا طرف في الموضوع ليه؟ يعني أنا ليه كل يوم بشهد على ضربتها وصالحتها؟ يعني أنا مالي؟ أنا ساعات يعني أنا لو ركبت فيديوهين حضرتك كلية وما بعملش حاجة في حياتي غير بشيل مواد من الكلية، وأنت كلية وما بعملش حاجة غير بشيل مواد، هتلاقي العضلات عملت عليك ديس. وده كله أنا لسه في أولى كلية. بس كده يا جماعة الفيديو خلص. أتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو ما عجبكوش اعملوا لايك، وأتمنى تبعتوا أسد عشان أنا على اليوتيوب. يبقى اعملوا لايك وفولو واستنوا كل جديد. ثانية. طيب لما انت رومانسي حياتي بعدين واحنا رومانسيين وحياتنا جميلة كده ايه العسل ده؟ ايه العسل ده يعني حرفيا؟ ليه من الاول واللي ما عندوش كده